براءة الناصح الأمين من شبهات المرجفين. وعنده طعن في الصحابة، يعني الصحابة منهم من وقع في الإرجاء. والله أنا ما أنا رافضي، كل أهل السنة يعرفون أني سني، ولا أنا أيضا من الطائشين إخوان المسلمين الذين يتجرؤون على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. معاذ الله، فلحمي ودمي وعرضي فداء لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أتجرأ على من أرسل الله لي صافيا نقيا إلينا بهم، ولكن الخير رخيص. فمعاذ الله أن أطعن في صحابي لا في قدامه ولا في غيره، وإنما كنا يعني قرأنا في ما قاله ابن أبي العز كلامه عليه، وهو كلام شيخ الإسلام أضافه إلي، وهو كلام سديد لم يفهمه الفهم الصحيح. أما نتجرأ على صحابي أذمه أو أتكلم عليه أعوذ بالله، فهذا من الظلم، من ظلم هؤلاء البغاة أصلحهم الله. الحزبيون بغاة يا أخوان، بغاة، ولا يتورعون عن الكذب، ولا يتورعون عن أن يقولوا في شخص رأوه مضادا لهم أو واقفا ضد فكرهم وحزبهم ما يحري لهم وما يمر، ويرموه بكل حجر ومدار. وما أحسن كلمة العلامة ابن باز رحمة الله عليه قال لو استطاعوا أن يرموا العالم أنه يأتي أمه عن هلالية لفعله. أي والله، فهذا كل كلام هذا غير صحيح نعوذ بالله. هذا كما سمعتم أنا لست رافضيا ولست من كما علمنا عن بعض السلف الكلام في الصحابة رضوان الله عليهم ما هو من معتقدين الصحيح أنه ضلال بعيد وزندقة أيضا، إذا طعن فيهم زندقة، فمعاذ الله. استمع إلى كلام الشيخ العلامة محمد بن أمان الجامي رحمه الله حول هذه المسألة. لذلك القول بأنه لا يضر مع الإيمان ذنب خطأ، هذا الذي أراد الشيخ أن يرد. ثم يقول وشبهتهم هذه كانت قد وقعت لبعض الأولين من الصحابة بل من السابقين إلى الإسلام لسوء فهمهم من الآية وسوء تأويله، فاتفق الصحابة على قتلهم إن لم يتوبوا من ذلك، ولما ارتكبوا ما ارتكبوا كما سيأتي تفصيل ذلك أخطأوا فتأولوا الآية وشربوا الخمر بعد تحريمها وظنوا إن قوله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا، ظنوا أن ذلك مستمر وأن ذلك لم يكن قبل التحريم، أخطأوا فتأولوا الآية، ولما فعلوا ذلك كان ذلك في عهد عمر رضي الله عنه، استشار عمر الصحابة وفي مقدمة علي بن أبي طالب، واتفق رأيهم أنهم إن لم يتوا أنهم يستتابون، فإن تابوا جلدوا لأنهم شربوا الخمر بعد تحريمها، وإن لم يتوبوا وأصروا على التحريم قتلوا ردة لأنهم خرجوا على الله وشرعوا في دين الله ما لم يأذن به الله. فاتفق الصحابة على قتلهم إن لم يتوبوا من ذلك. فإن قدامة بن مذعون صحيح عندكم قدامة بن عبد الله، الصواب قدامة بن مذعون بن وهب بن حذافة القرشي أخو عثمان بن مذعون، وعبد الله بن مذعون، وهؤلاء الثلاثة إخوة وهم من الذين هاجروا إلى الحبشة. قدامة بن مذعون ليس إنسانا عاديا بل من السابقين إلى الإسلام، وهو خال لحفصة وعبد الله بن عمر ابني عبد الله بن عمر
عمر بن الخطاب قالوا وعامل لعمر على البحرين، وهذا الرجل العظيم الذي له هذه المكانة أخطأ هو وطائفة من الصحابة. تأولوا قوله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات. تأولوا تأويلا باطلا وظنوا إنه يجوز لهم شرب الخمر بناء على فهمهم لهذه الآية، فشربوا مستحلين، فبلغ ذلك عمر رضي الله عنه. وعمر من تعرفونه لا تأخذه في الله لومة لائم، كونه خال أولاده وكونه من السابقين الأولين إلى الإسلام، كل ذلك لم يؤثر في أن ينفذ حكم الله فيه. وقال عبارة شديدة في حق هذا الرجل، قال له أخطأت أسلك الحفرة، عبارة أو كناية إنك أخطأت في تأويل الآية، كما يخدم ذلك الحفرة عندما يجلس عليها فيضع العذرة في غير موضعها، كذلك أنت أخطأت في تأويل هذه الآية، والآية ليست كما زعمت أنت ومن معك. قال له لو كنت، وعلى هذا الرأي معه جماعة من الصحابة وفي مقدمتهم كما قلنا علي بن أبي طالب، اتفقوا على أنهم يستتابون. والقصة وقعت غير مرة مع قدامة ومرة مع جماعة من الشام. من تاب منهم، أي من اعترف منهم وتاب ورجع للاستحلال، جلدهم عمر 80. فاتفقوا على أنهم إن اعترفوا بالتحريم جلدوا حد شرب الخمر، وإن أصروا على استحلالها قتلوا. قال عمر لقدامة أخطأت أسلك الحفرة، أما إنك لو اتقيت وآمنت وعملت الصالحات لم تشرب الخمر. كيف تدعي إنك آمنت وعملت صالحا واتقيت الله وأنت شربت الخمر بعد تحريمها؟ وذلك إن هذه الآية نزلت بسبب أن الله سبحانه ولما حرم الخمر وكان تحريمها بعد وقعة أحد، كان بعض الصحابة قال بعض الصحابة فكيف بأصحابنا الذين ماتوا وهم يشربون الخمر؟ بين الله بأن أولئك ليس عليهم حرج لأنهم شربوها وهي حلال قبل تحريمها. وأما من يستدل بهذه الآية بعد تحريم الخمر ويشرب يقال له كما قال عمر لقدامة ثم إن أولئك الذين فعلوا ذلك ندموا وعلموا أنهم أخطأوا وأيسوا من التوبة، ارتكبوا ذنبا آخر، أولا الاستعلان وثانيا اليأس من رحمة الله تعالى. فكتب عمر إلى قدامة خال أولاده يقول له يذكره بهذه الآية العظيمة: حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. محل الشاهد: غافل الذنب وقابل التوب. غافل الذنب ألف الذنب للجنس، غافل لجميع الذنوب لمن استغفر، وليس هناك ذنب لا يغفر لمن استغفر من الكفر والشرك ومن شرب الخمر ومن الجهمية ومن الشيوعية ومن الماركسية، من أي ذنب رجع الإنسان إلى ربه فاستغفر إن الله يغفر الذنوب غافر الذنوب.
يتوب قدامى وطائفة معه، ولكنه شديد العقاب لمن أصر على ما ارتكب ولم يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. ثم قال له: ما أدري يا قدامى أي ذنبيك أعظم، استحلالك المحرم في أول الأمر أولا، أو يأسك من رحمة الله ثانيا، كلاهما ذنب عظيم، وكل من تاب وإن تاب من الأول ومن الثاني الله سبحانه وتعالى قابل التوب غافل الذنب. وهذا الذي اتفق عليه الصحابة ومتفق عليه بين أئمة المسلمين، على أن الإنسان الذي لم يستحل محرما إن فعل محرما لم يستحله إنه يؤدب إما بالحد أو بالتعذير، ولكنه لا يكفر. وأما من استحل ما حرمه الله بهذا الاستحلال يكفر. براءة النار.